اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم متابعيني عاملين ايه؟ احنا طبعا اخر الشهر ونقتصد يا جماعه، وقلنا ان اللحمه غاليه والفراخ غاليه. انا جايه النهارده باكله اقتصاديه، مش شرط لحمه يعني يبقى جنبها. كانوا اهالينا زمان بيقولوا عليه ان هو لحمه ضاني. في طبعا اللي هيشوف الفيديو هيضحك ويقول ايه اللي جاب اللحمه الضاني للقلقاس. لا، عشان كانوا اجدادنا زمان واهالينا زمان راضيين بالقليل، فما شاء الله كانوا ياكلوه يقولوا لك ده لحمه ضاني بالظبط. وفي مننا بيحبوا وفي ما بيحبوش. انا بقى جايبه قلقاسيه النهارده، ومعايا حزمه كزبره وطماطميتين وبصلايه وكام فص ثوم. انا بحبه بالكزبره، هو بيتحط له كزبره بس، لا شبت ولا بقدونس ولا اي حاجه من الحاجات دي. فانا هعمله النهارده بالكزبره، ومره تانية هبقى اعمله لكم بالسلق. انا عارفه ان في يعني متابعين كتير بيحبوا اللي بالسلق، بس عايزاكم تجربوا اللي بالكزبره وهيعجبكم. وفي ناس بيعملوه بالطماطم زي البطاطس، بس انا عمري في حياتي ما جربته بصراحه. انا بحب اللي بالخضره وتربينا عليه من واحنا صغيرين. فمعايا قلقاسيه كده مقشراها ومش غسلاها، مسحاها بفوطه مطبخ ومقطعاها تقطيع زي ما حضراتكم شايفين بالطريقه دي. ومعايا كزبره ومعايا طماطم وبصلايه وثوم. وهنشتغل دلوقتي، هنروح على النار نشوح القلقاس. حتى الشوربه على النار هنا اهو، كان عندي شويه شوربه في التلاجة فقلنا نستغلهم بما اننا اخر الشهر يعني. ومعايا حاطه الحله على النار اهي وفيها معلقتين زيت. عايزه تحطي سمنه حطي. هنزل بالقلقاسيه كده ان انا اشوح فيها تشويح خفيف. على ما اشوح القلقاسيه هضرب الطماطمايه بالكام فص ثوم دول بالبصلايه بالخضره، حطها تقطيع خشن كده. هي كده كده هتتفرم معايا. فرميها عندك كبه صغيره كده، فرمي فيها عندك خلاط حطي، وحطي شويه ميه يساعدوكي شويه فيها في الفرن. ضربناها يا حبايبي زي ما انتم شايفين، ريحتها في منتهى الجمال. التومه بالخضره بالطماطمه ريحتها جميله جدا. هنروح على النار. ادينا القلقاس تشويحه بسيطه، معلقتين الزيت او معلقه السمنه حسب ما تحطي، والكزبره بالطماطم بالفص الثوم بالبصلايه ريحتها في منتهى الجمال. انزل بيها كده على القلقاس تشويحتين برضه بالخضره. والشوربه جاهزه قدام مني، جربوه يا حبايبي ان شاء الله هيعجبكم. ريحته جميل في منتهى الجمال، ريحته جميله بصراحه يا حبايبي، والله جربوه وهيعجبكم. وبسيط ما بياخدش وقت، عكس السلق بقى تقعدي تحمري لحد ما ينشف معاكي ومش عارفه ايه. فهو والله جميل وريحته في منتهى الجمال. هو بس ياخد تشويحتين كده، وبرده ما تنسيش عليه تقلبي عشان ما يلزقش منك في ارضيه الحله. وهنضيف له الشوربه. مش شرط يعني يا حبايبي كل يوم لحمه فراخ لحمه فراخ، يعني الحاجه ديت غليت ولازم نعود اولادنا اللي لسه طالعين ان الواحده تمشي امورها. مش شرط يعني كل يوم لحمه وفراخ، في حاجات برضو تغني. وبعدين بنبقى في اخر الشهر كلنا مصروف البيت خرم مننا، فلازم ان احنا يعني نمشي الدنيا ونشوف اللي تحت ايدينا يمشينا. فلما تعملي كده جنب شويه رز بشعريه كده، جنب حاجه مخلله او بتنجانيه مخلله، في منتهى الجمال. والقلقاس طعمه حلو وكلنا عارفين ان هو اصلا طعمه حلو. فان شاء الله يا رب الفيديو النهارده يعجبكم واكون عند حسن ظنكم ان شاء الله. زي ما انتم شايفين يا حبايبي خدنا كام تشويحه كده، الريحه بتاعته قلب البيت بصراحه. هحط بقى الشوربه ان شاء الله، اكيد غلوه ولا غلوتين ونكون استوى. واعمل بقى الرز بشعريه واجيلكم. كلنا طبعا عارفين الرز بشعريه بيتعمل ازاي. هعمله بقى ان شاء الله واجيلكم. شايفين القلقاس يا حبايبي اللي بالخضره جميل وريحته جميله. اتمنى ان انتوا تجربوه. وعملته جنبه رز بشعريه. طبعا كلنا شطار وعارفين الرز بشعريه بيتعمل ازاي. فيا رب يعجبكم. شايفين مش مستحمل، مستوي ما شاء الله جميل، وريحته في منتهى الجمال. وبالخضره ما شاء الله القيمه الغذائيه بتاعته عاليه، فيه خضره وفيه بصل وفيه طماطم. وزي ما قلنا نقتصد، مش لازما يعني لحمه، طالما عندنا شوربه نعمل بيها الاكل. فيا رب اتمنى ان الفيديو يعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه.